انت عارف ان اسوأ مرحلة في الجواز هي مرحلة اختيار الفurniture بتاعك؟ انا متشائم جدا. يا عم ما تعقدنيش في الجواز والنبي، انا متلصم لوحدي. ممكن استاذن حضرتك تتشائم بعيد عني عشان انا مش ناقص. لان في اسئلة كتير قوي بتيجي في دماغنا: ايه الموديل المناسب؟ وايه الشركة المناسبة؟ وهل الشركة دي محترمة؟ ليها مصنع محترم؟ بتسلم في ميعادها؟ فيها خدمة ما بعد البيع؟ ولا اول ما يحصل مشكلة يهربوا مني ومعرفش عن اي حد اي حاجة؟ طب كيفية التعاقد؟ طب الاقي نفسي في حماية المستهلك؟ طب هل الموديل اللي انا هشوفه هيجيلي زي ما هو ولا هيجيلي حاجة تانية؟ طب الكواليتي بتاعت المنتج خشب زان وكونتر ولا هما بيشتغلوني؟ في أسئلة كتير بتيجي في دماغنا في المرحلة دي، فمحتاجين فعلا حد يفهمنا ايه المكان المناسب او ايه الشكل المناسب للتعاقد، او ايه اللي لو حصل مشكلة نقدر نعمله، ايه اللي يخليني ما اوصلش لمرحلة حماية المستهلك زي ما بنسمع في شركات كتير قوي. انا بقى معاك علشان احللك كل المشاكل دي واقول لك عليها واحدة واحدة، سبوت على حاجات كتيرة زي الشركات والمصانع والكواليتي وخدمة ما بعد البيع. الشركة دي كبيرة اسم وبس، عشان الموضوع بالنسبة لي ما يبقاش ضغط نفسي على الفاضي، وابقى مرتاح وانا رايح الشركة دي وتمام وزي الفل. انا خالد ناصر، جاي افهمك مش جاي ابيع لك.